في رحلة سيدنا موسى مع الخضر، ربنا ما كانش بيعلم سيدنا موسى مجرد معلومة، كان بيعلمه حالة قلبية. انك تؤمن بعينك سهل، لكن تؤمن رغم انك مش فاهم ده ايمان حقيقي في كل موقف. سيدنا موسى كان شايف فعل شكله سلبي، خرب سفينة ظلم واضح، قتل طفل كارثة اخلاقية، جدار مجاني الاهل بخلوا مش منطقي. بس الحقيقة دي كلها كانت رحمة متنكرة في هيئة اختبار. وسيدنا موسى مش بس كان بيتعلم أحداث، كان بيتعلم إزاي يكون عنده يقين لما الفهم يغيب. ودي رسالة قوية لحياتنا، مش لازم كل تأخيرة يبقى عقوبة، مش كل حاجة شكلها وحش تبقى شر، مش كل حاجة تحيرنا تبقى لغز بلا معنى. ربنا بيختبرك في اللحظة اللي مش فاهم فيها ليه ده بيحصل، علشان يشوفك هتثق فيه ولا هتتسرع بالحكم وترمي كل حاجة على الظروف. الإيمان الحقيقي مش في اللحظة اللي تفهم فيها الحكمة، الإيمان الحقيقي هو إنك تسجد بقلبك قبل ما تفهم بعقلك، وتقول يا رب أنا عارف إنك شايف الصورة الكاملة، وأنا هكمل في رحلتك حتى لو عيني مش شايفة الرحمة دلوقتي.